ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض طاجن مكرونه بشاميل، بس خطير جدا جدا. هنقول فيه كل التريكات والحركات اللي تخلي معانا طاجن المكرونه يطلع القطعه بقطعتها، يطلع جوسي جدا وطعمه خطير. يلا بينا نشوف عملناه ازاي، والسر كله في المعلقه اللي احنا بنرشها على الوش دي. تمام اهو، شايفين؟ بنرشها كده. هقول لكم كل حاجه عشان تطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هنا كانت في الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اتفرجوا اتفرجوا، شايفين المنظر؟ طبعا مش محتاجه كلام كتير. يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف كل التريكات والوصفات والحركات اللي احنا عملناها في الطاجن بتاعنا تخليه يطلع معانا بالشكل الجميل اللي شايفين قد ايه هي جوسي وفيها بشاميل بيبوظ ازاي. طبعا هنا كان لازم نسيبها انها تبرد شويه عشان تطلع القطعه بقطعتها كده. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. معايا هنا بصلايه متوسطه الحجم، دبلتها على النار في شويه زيت ونزلت عليها بكميه اللحمه المفرومه. انا عامله نص كيلو مكرونه، بحط عليه ربع كيلو من اللحمه المفرومه، بيبقى حلو جدا والطاجن بيطلع معانا محترم وزي الفل. نزلت عليهم باللحمه، شوحتهم مع بعض لحد لونها مغير زي ما انتم شايفين. ابتديت انزل بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عباره عن ايه؟ ملح وفلفل، ده اساسي، والملح حسب الرغبه، وربع معلقه صغيره من الفلفل، ربع معلقه صغيره من القرفه الناعمه، ربع معلقه صغيره من السبع بهارات. تمام، هنقلبهم مع بعض كده، نشم ريحه البهارات بس تطلع، بننزل عليهم بعصير 3 طماطمات اهو زي ما انتم شايفين، وبنقلبهم مع بعض وبنسيبهم على جنب لحد الطماطم بتاعتنا ما تتسبك تمام. خلاص كده العصاج بتاعنا، بندبل البصلايه، بننزل باللحمه، وبعدين لونها بيغير بننزل بالطماطم ونسيبها تتسبك. هنيجي بقى للبشاميل. البشاميل 5 معالق دقيق، 5 معالق سمنه او زبده او زيت زي ما انت حابه، او من ده على ده. 5 كوبايات من الحليب، بننزل ب5 معالق السمنه بتاعتنا تسخن، بننزل فيهم ب5 معالق من الدقيق. بنقلبهم مع بعض كده شويه، حوالي 3 4 دقايق مش اكتر. عايزين بس ريحه الدقيق تطلع حلوه كده، نتحمص شويه. بنيجي نزلين عليهم ب5 كوبايات من الحليب او حليب وشوربه على حسب اللي انتي حباه. انا بنزل بيهم دفعه واحده اهو زي ما انتم شايفين، لا بيكلكع ولا بيكتل ولا بيعمل اي حاجه. وبعدين بنبتدي ان احنا نقلب اهو. نجيب بقى البهارات بتاعتنا اللي هنطعم بيها البشاميل. اول حاجه مكعب مرقه، حلو جدا ما نقدرش نستغنى عنه. فلفل، لو عندك فلفل ابيض ماشي، فلفل اسود كله شغال. ملح طبعا حسب الرغبه. رشه من بلحه جوز الطيب. كده مش محتاجين حاجة تاني، كده البشاميل بتاعنا جاهز وطعمه خطير جدا. بس بنفضل واقفين جنبه نقلب فيه كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يتقل معانا ويغلي وياخد القوام اللي احنا محتاجينه. كده البشاميل بتاعنا يطلع مظبوط. 5 معالق دقيق، 5 معالق سمنة، 5 كوبايات من الحليب او الحليب على الشرب. شايفين مع التقليب المستمر ابتدى يتقل اهو، شايفين القوام؟ ما شاء الله تبارك الله. نفضل نقلب فيه لحد ما يغلي معانا، متطفيش عليه قبل ما يغلي معاك، مش تقل بقى نطفي عليه لا. تمام اهو، شايفين بقى؟ بيغلي اهو، بيبقبق من كل ناحيه، بنطفي عليه وبنركنه على جنب. هو ده القوام المظبوط. طبعا كل ما بيبرد كل ما بيمسك اكتر. هنا كانت اللحمه بتاعتي اهو بتتسبك معايا، قربت تتسبك، والمكرونه بتاعتي بتتسلق. مفيش اسهل من كده، كله بيتعمل مع بعضه في السريع. مكرونه اهي، شويه ميه سخنين معاهم معلقه ملح بسلق فيهم المكرونه. المكرونه البشاميل بتحط لهاش زيت في السلق. تمام. البشاميل بتاعنا اهو برد حبه وهدي كده وتقل في نفسه. ومعانا بقى شايفين قوامه عامل ازاي؟ جميل جدا. هناخد كده كبشتين 3 على المكرونه نغرقها بيها عشان تبقى ملزقه وماسكه في بعضيها كده لما نيجي نقطعها. تمام. لازم نحط على المكرونه بشاميل ونقلبها. نركنها بقى على جنب ونجيب الطاجن بتاعنا. لازم نحط في الطاجن من تحت بشاميل. ليه؟ ده ما بيخليش المكرونه تلزق منك ولا تنشف. البشاميل اللي في الطاجن ما بيخليهاش تلزق. تمام. تمام، في اي طاجن، حتى لو طاجن ألمونيا صينيه اي حاجه. بنزل بنص كميه المكرونه اللي انا سلقتها وحطيت عليها البشاميل كده زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا افردها. هنجيب اللحمه بتاعتنا المعصجه. قبل ما ناخد اللحمه نحطها على المكرونه، عايزه اقول لكم التركه المهم. الدهون اللي بتبقى نازله من اللحمه اللي انتوا شايفينها دي، انا خدتها كلها في الطبق دي عشان احطها على الوش عشان تدي للمكرونه لون حلو جدا. من غير بقى لا جبنه موزاريلا ولا نحط بيض على على البشاميل ولا اي حاجه.
وشايفين ما شاء الله تبارك الله ربع كيلو اللحمة حلوة قد ايه، يعني كميته حلوة على الطاجن ما شاء الله. تمام. طبعا نص كيلو مكرونه على نص كيلو لحمه يبقى كتير جدا، هو ربع كيلو على النص كيلو مكرونه. لو هتعملي كيلو مكرونه حط عليه نص، مفيش اي مشكله. تمام. فردنا اللحمه وسويناها كده في الطاجن. هنجيب بقى كميه المكرونه بتاعتنا، ننزل بيها كده ونبتدي ان احنا نظبطها ونسويها اهو زي ما انتم شايفين. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. كل التركات والخطوات والحركات قلناها، ما خباناش حاجه. تمام. وبرضو عملناه بتكلفة قليلة، لا في جبنة موزاريلا ولا في بيض ولا مش عارفة ايه. هنجيب بقى البشاميل بتاعنا، بقية البشاميل اهو ما شاء الله تبارك الله. الكمية دي مظبوطة جدا عن نص كيلو يا جماعة، مش كتيرة ابدا ولا اتبقى منها حاجة يا دوب. لو قللت عن كده هتلاقي البشاميل بتاعك شوية والمكرونة باينة من فوق وناشفة مش مظبوطة. نزلنا بكل البشاميل بتاعنا اهو. هنبتدي ان احنا نظبط بس شكله كده، لو في حاجة باينة نغطيها. تمام. شايفين بقى جميل ما شاء الله. هنجيب بقى ده السر كله هنا. هنا شوية الدهون اللي نزلت من اللحمة دي، لما ناخدها كده من غير بقى المية او البهريز اللي فيها، ننزل بيها على وش المكرونة كده ونبتدي ان احنا نلون وشها. لما تدخل الفرن الدهون دي هتبقبق، هتحمر الوش بتاعنا وتخليه حلو قوي. ما كلفتناش حاجه، يعني ما حطيناش جبنه موزاريلا، ان في ناس كتير ما بتحبش الجبنه الموزاريلا والمكرونه بتطلع باهته معاهم، في ناس ما بتحبش البيض على البشاميل. ادينا رضينا كل الاطراف، ومفيش اسهل ولا ابسط من كده ومش مكلفه خالص. تمام. ابتديت بظهر المعلقه كده ان انا اوزع على الوش كله. فرن درجة حرارته 250، فرن درجة حرارته 250. بيدخل على الشبكة من تحت، بياخد نص ساعة. طاجن المكرونة ما بيقعدش اكتر من نص ساعة في الفرن، نص ساعة بس، ولازم تطلعيه. لو سبتيه اكتر من نص ساعة هتلاقيه نشف منك. تمام. الفرن يكون سخن من قبلها. هنشوفه بقى بعد ما يستوي اهو معانا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شايفين البشاميل اللي بيبقبق بيبقبق؟ شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ شايفين اللون الحلو يا جدعان؟ اظن مفيش احلى من كده ولا ابسط من كده. الناس بقى هتقول لي كميه الدهون كتير، مش كميه الدهون كتير والله يا جماعه، ما فيها دهون ولا فيها اي حاجه. كده كده كنت انت تحط الدهون دي معاها في اللحمه، فانت استغلتيها في الوش، فما تقلقيش مش هتعمل معاكي اي دهون ولا فيها دهون زياده ولا اي حاجه. اهي ما شاء الله تبارك الله زي الفل. سيبناها لما بردت شويه حوالي نص ساعه، وابتديت ان انا اقطعها. كل ما تسيبيها تبرد اكتر كل ما تطلع معاكي القطعه بقطعتها، بس طبعا احنا مش هناكل الاكل بارد. حلو الكلام. حلو الكلام. يعني احنا سيبناها لما هدت كده وابتدينا ان احنا نقطعها وناخد منها كده زي ما انتوا شايفين. قلب الصغير لا يتحمل. الله. شايفين البشاميل اللي نازل عليها وجوسي ازاي؟ شايفين الطعامة؟ كل حاجة مظبوطة فيها بالشعرة. انزلي ايدك يا حاجة شوية، مش طالعة في الصورة اهو. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. جربوها على طريقتي هتعجبكم جدا. ربع كيلو من اللحمة ونص كيلو من المكرونة، لو كنا عملناهم اي حاجة كانوا هيمشوا معانا، بس عملنا بيهم كمية حلوة قوي من المكرونة. الصينية دي بتكفي 6 افراد. طبعا لو انتوا 3 افراد هتكفيكوا يومين على حسب عدد افراد اسرتك. أكلة موفرة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة كتير. يعني هتاخدي لو حطيتي نص كيلو من اللبن عليه نص كيلو من الشوربة هتمشي معاكي برضو زي ما انت عايزة، لو مش حابة تحطي لبن كتير. شايفين بقى القطعة بتاعتنا جميلة ازاي، واخدة لون حلو. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها على طريقتي، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في وصفات جاية كتير. شايفين بقى؟ شايفين البشاميل بيبظ الله الله الله. لازم المكرونه البشاميل تكون بالطريقه دي. يلا ادخلوا جربوها وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.